في يوم الكريسماس 24 ديسمبر سنة 1971 الرحلة رقم 508 التابعة لشركة لانسا. أقلعت من مدينة ليما في بيرو، وكان فيها 92 راكب. الجو كان سيء جداً، برق ورعد وسحب سميكة. وبعد حوالي 25 دقيقة من الإقلاع، الطائرة دخلت في عاصفة رعدية ضخمة وضربها صاعقة برق مباشرة في الجناح. الطائرة انفجرت في الجو واتفتت وهي على ارتفاع 3 كيلومتر فوق غابة الأمازون. الكل مات إلا بنت واحدة اسمها جوليان كوبكا، وكان عندها 17 سنة بس. سقطت وهي مربوطة في مقعدها وسط الغابة الكثيفة، وبطريقة شبه معجزة وقعت على فروع الأشجار اللي خففت السقوط، ووقعت بعدها على الأرض وهي مغمى عليها. صحيت تاني يوم بجروح في الوجه وكتف مخلوع، لكنها كانت عايشة. ما كانش معها أكل ولا مياه، بس كانت تعرف الغابة لأن أهلها علماء أحياء. مشيت لوحدها أكتر من 10 أيام في وسط الأدغال، بتاكل فواكه وتتشرب مياه المطر. ولما تلاقت نهر صغير فضلت تمشي جنبه لأنها كانت عارفة إنه هيوصلها الناس. وفي اليوم 11 لقت كوخ صغير للصيادين واتنقذت. بعدها قالت في مقابلة: ما كنتش بحس إني بخاف، كنت بس عايزة أعيش. القصة دي لحد النهاردة بيدرسوها كأعظم حادثة نجاة من سقوط طائرة في التاريخ، واتعمل عنها فيلم اسمه Miracle Still Happen سنة 1974.